في هذه اللحظات المشاهدين الكرام فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان ينزل من سلم الطائرة متجها إلى أرض المطار في هذه اللحظات، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبل فخامته معانقا له ومرحبا به في المملكة العربية السعودية، مشاركا في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. وها هو فخامة الرئيس السوداني رئيس وفد جمهورية السودان يعانق كبار مستقبليه من أصحاب السمو الملكي الأمراء وكبار المسؤولين، وكذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، والزعيمان الكبيران في هذه اللحظات في طريقهما إلى الصالة الملكية. كما تشاهدون في هذه اللحظات والأحاديث الجانبية بين سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان رئيس وفد السودان في اجتماعات هذه القمة. شاهد الآن استعراض لحرس الشرف في هذه اللحظة والزعيمان الكبيران في طريقهما إلى الصالة الملكية. كما نشاهد أيضا الوفود المرافقة لفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير، كذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة في حديث ودي متبادل في هذه اللحظات التي تشهد اللحمة العربية المتبادلة بين الزعماء العرب في مثل هذه القمم التي تنمي أواصر التعاون والمحبة والتنسيق بين الدول العربية فيما بينها وبين دول أمريكا الجنوبية. ونحن نشهد القمة الرابعة، وكما أسلفت كانت القمة الأولى في برازيليا. وفي هذه اللحظات كما تشاهدون الآن فخامة الرئيس السوداني يصافح كبار مستقبليه من أصحاب السمو وأصحاب الفضيلة أصحاب المعالي الوزراء وكبار القادة العسكريين في المملكة العربية السعودية، في أيضا ترحيبا بمقدمه للمشاركة في هذه القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. شاهد الآن مع أصحاب المعالي الوزراء في هذه اللحظات يصافحون ويرحبون بفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، فأهلا ومرحبا به في المملكة العربية السعودية وتحديدا في الرياض. أهلا به مرحبا بمقدمه الكريم للمشاركة في هذه القمة الأخوية التي تجمع الدول العربية بالدول الأمريكية الجنوبية. كبار المسؤولين العسكريين في هذه اللحظات أيضا يصافحون ويرحبون بفخامة رئيس جمهورية السودان الرئيس عمر حسن البشير. في هذه اللحظات أيضا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يصافح أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية السودان الشقيقة. كما تشاهدون الآن أيضا أشاهد
طائرة وفد دولة فلسطين والتي تقل فخامة الرئيس محمود عباس أيضا تنزل على مدرج المطار في هذه اللحظات، ونحن نشاهد من خلال هذه الدقائق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه